بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أمورك طيبة، ومعانا نجم التنمر في طب الأسنان. يعني إذا ذكر التنمر فيذكر مصطفى سامي. نبدأ بالسؤال التقليدي، مين مصطفى سامي؟ ديفينيشن. انا حاسس ان انا هعيط في البودكاست، انا خايف. عارف الوقت. كيف حالك؟ اما نحب نعرف مصطفى سامي نقول ليه؟ نعرف الاسئله الصعبه دي. شفت بقى؟ شفت احنا بدانا بس لا انا قلت الاسئله هتكون سهله. لا نعرف مصطفى سامي هيكون ايه؟ يعني شخص اب، رب اسره، ويعول. انا يعني هعدي مش حاسس. ويعول بالجاكيت الجلد اللي لابسه ده، غالبا دي ازمه منتصف العمر. جت في صوره الجاكيت دي. ودكتور بيجتهد. يس بس ماشي يا عم، انا هعديها لك. انا بجتهد طول عمري يعني. احنا دايما بنرجع كده في الاول، بناخدك كده على مسار حياتك، فهنرجعك هوبا للثانويه العامه. ماشي. دخلت الكليه عن حب ولا عن غصب ولا عن مجموع ولا عن ايه بقى؟ صدفه. يعني انا ارتباطي بطب الاسنان من وانا صغير كانت بدات في 5 ابتدائي اصلا. ايه بقى؟ انا كسرت سنتين التو سنترالز على طول. دي بدايه الكلام يعني انا عم بشتغل. لا كنت بجري انا وواحد صاحبي وهنا وجي نازل فوقيا، كسرت السنتين. وبدات بقى في المعاناه. طبعا كان الطب ما كانش متطور ساعتها كده، والتو سنترالز. ففضلت بقى في المعاناه دي لحد النهارده يعني. ابتدينا نحل المشاكل دي مؤخرا. فكان عندي دايما احساس ان المفروض الموضوع ده يتعمل بطريقه مختلفه. بس مش هكذب عليك بقول لك اصلا انا بقى كان عندي دايما بقى لازم ابقى دكتور الاسنان. لا يعني انا يعني الموضوع ما كانش الدرجه دي. لحد ما كنت بلف على الجامعات، كنت بقدم في كذا كليه. وكنت ميلي كمان كنت حابب ان انا ادخل مثلا صيدله الجي سي. وطبعا ده عشان انا صغير مش فاهم اي حاجه، فانا كنت اصلا عايز ادخل الجي سي مش صيدله خالص ولا في مش مركز يعني. وخلينا نقول ان ممكن يكون والدي هو اللي زقني في حته الاسنان شويه، بس مش بالغصب، انا كنت بختار في الاول. يعني على فكره والدك هيبقى ليه يعني امباكت في البودكاست ده، لازم هنتكلم عليه. شخصيه مميزه بصراحه يعني. لا هو ليه امباكت كبير فعلا يعني. هو برضه اداك بوش في الحته دي. اداني بوش في الحته دي لان هو مش بشري. ليه مش بشري؟ لا هو كان بيبعدني عن بشري اصلا. كان بيبعدني عن بشري، وكان بيبعد اخويا عن التخصص بتاعه. عارف زي ما احنا دلوقتي كدكاتره اسنان، انت ما بتبقاش عارف اصلا انت محتاج تبوش ايه. انت اخواتك ايه قد ايه بقى؟ معلش. انا اخويا اكبر مني ب10 سنين. ده طبيب بشري. العيله كلها بشري ما عدا اختي، بس هي اختي اكبر مني ب7 سنين، لكن العيله كلها بشري. الصغير يا مصطفى؟ انا الصغير. انا صغير واحد. اختي اكبر مني ب7 سنين. يعني انت جاي عشان كده. بالظبط. انا في الصغير بس فهو يعني مش هقول بقى القصه الملهمه بتاع انا كنت عايز ابقى دكتور اسنان صغير. لا مفيش كلام. الموضوع كان صدفه. وكنت بختار ما بين بايوتكنولوجي وفارماسي وMIU وعمال الف على الجامعات عادي زي اي واحد. اصلا الثانويه عامه في مصر مش بتاهلك ان انت مش عارف تعرف تختار. ما تعرفش ايه. لا انت مش فاهم حاجه. وانا كنت اصغر من اللي انا اختار. فهو كان يعني والدي شايف ان طب اسنان ممكن يكون ليها مستقبل. بس وليه مش بشري؟ زي ما بقول لك احنا كدكاتره اسنان دلوقتي، انت لما يجي حد يقول لك هتدخل ولادك طب اسنان ولا لا، بتكش الورق. لا اسنان ايه يا عم؟ بتخاف. صحيح. فهو برضو بما انه عدى ثرو البين بتاعت البشري والدي دكتور لسه ولاده تخصص صعب. فما كانش حابب ان احنا ندخل في الهاسل ده بالظبط. طيب يعني انت دخلت الاسنان صدفه؟ دخلت اسنان يعتبر صدفه. طيب وانت بقى في ثانويه عامه كنت شاطر ولا لا؟ ايه الحكايه دي؟ انت سادس بيقول لي لا. امال مين اللي كان شاطر؟ لا يعني انا كنت جايب 90% تقريبا. لا بس انت كده مش شطار، احنا سمعنا لغايه 65. لا مش ده. لا انا جايب 90%، بس انا ما كنتش بذاكر. وكنت بذاكر لاخر لحظه في ثانويه عامه، ما ينفعش معاها كده.
ساعه محتاج تذاكر كتير. الحمد لله يعني يعني ما بتعتمدش على الذكاء قوي. انت محتاج تذاكر كتير، تعمل ايفورت. وعلشان كده انا جبت 90%. عشان الذكاء ولا عشان لا اعلم. يعني اللي وصلك لا يعني انا من الناس اللي بتذاكر على اللحظه الاخيره يعني. انا ما ذاكرتش غير في الجامعه. ما دخلت الجامعه يعني انا ما تفوقتش غير في الجامعه. اوكي. يعني اول مره الاقي اهلي راضيين عني اللي انا يعني ايه ده امتياز ازاي؟ يعني انا متخرج بامتياز، وطول السنين كنت بجيب امتياز جيد جدا يعني. بس انا ما لقيتش نفسي غير في الكليه. قبل الكليه لا. بما انك بقى دخلنا على الكليه، صدمه السنه الاولى في الكليه كنت شايف ايه الدنيا؟ مرعب. موضوع تاني خالص. مرعب. انا كنت ثانويه عامه عربي. فاصلا نقلت من العربي الانجليزي دي كلها بتبقى صعبه. مشكله. على الرغم ان انا كنت من الناس اللي بتكلم انجليش كويس ودايما عايش مع اجانب طول حياتي. يعني انا كنت المفروض من الناس المتفوقه بس برضو فكره انك تدرس بالانجليش صعبه. والخروج بشكل عام. ليه كنت عايش مع اجانب طول حياتك؟ احنا يعني انا سافرتوا يعني بره؟ لا يعني مش فكره كنا بنسافر بره، بس هو انا كان دايما في بروجرام في طب بشري تبادل طلاب. الطلاب دول كانوا بيقعدوا عندنا في البيت. وبابا كان بيكون قاصد يعمل ده وقاصد ان احنا نختلط بيه. لا شخصيه مميزه بابا ما شاء الله يعني. لا يعني بقول لك هو ليه امباكت جميل. يعني اي بارت في شخصيتي يعني هتلاقيه هو ليه دافع فيها. بس فطبعا بتكون الدنيا كانت واسعه وحاسس ان انا تايه في وسط حاجات كتير اول سنه، بس بعد كده خلاص يعني. طب لما دخلت الجامعه كنت لا قفلت على نفسك ولا اكسبوجر بقى وتعرفت على طوب الارض عمري ما قفلت على نفسي. انا اي مكان بروح اجتماعي طبعا. يعني انا ما حسيتش بالكشه اللي انا ايه انا مش عارف. لا خالص. انطلقت وصاحبت هنا وصاحبت ناس كتير وعملت جروب في بيزنس وفي اعلام وفي يعني مش انت مش فاسد انت. لا مش محتاج. لا يعني انا ما يعني انا حتى مع ان انا دايما الناس في الجامعه كانوا انا كنت في بنها والناس في الجامعه كلهم عارفين بعض من مدارس من نادي. انا مش عارفيني خالص. لا كنت منطلق عادي. طيب كويس قوي. في بقى في الجامعه كده موقف نفتكره مع بعض كده اثر فيك او ضحكك او حاجه كده اللي هو ايه ما تفتكر الجامعه تفتكروا الموقف ده؟ موقف في الجامعه اكتر حاجه فاكرها من الجامعه الناس اللي وقفت جنبي. مش فاكر حاجه تانية غير كده. الناس وقفت جنبك من اساتذه ولا من زمايل ولا؟ من الاساتذه ومن الزمايل. وقفوا جنبك يعني ايه ازاي؟ انا عندي ضعف جامد ناحيه اي حد علمني حاجه. انا فاكرهم بالاسم. ان شاء الله. يعني انا فاكر ان دكتوره وام غنيم وانا في الاندو وكنت خلاص اولموست هعيط عشان اصلا ما خلصتش الريكويرمنتس ومش فاهم تتعمل ازاي. ان هي قعدت معايا وهدتني الاول. ايوه. اعصابي وخلتني لا بقى. فاكر دكتوره الهام اللي كانت بتنزل معايا في السمر كورس. رغم مش انا ما كنتش واخد سمر كورس بس كنت بنزل في الصيف اخلص الريكويرمنت بتاعتي. يعني عمري الحمد لله ما شلت ماده يعني. كانت بتنزل معايا وجات على كاريرها اصلا وكانت هتتعاقب بسبب. فاكر الناس فاكر اساميهم واحد وفاكر موقفهم واحد لحد النهارده. يعني انا اي حد علمني حاجه فعلا او وقف جنبي في محنه انا فاكره كويس. فاكر صاحبي اللي وقف معايا لما عملت حادثه. يعني فاكر دي اكتر حاجه انا فاكرها. حادثه في الجامعه؟ حادثه عاديه بس كانت اول حادثه كانت عاديه جدا. بس انا عشان كنت اول مره والناس بقى واقفه بتلمع عليا وكده. فاكر صاحبي شو اسمه وقف معاك. ان هو كان بيعدي وجي وقف معايا. وفاكر ساعتها الفرق اللي حصل لما هو جه وقف جنبي وانا بقيت اصلا مش خايف. فانا المواقف دي اللي انا فاكرها. الناس مش فاكر المواقف تاني. طيب لو حاجه رجعت، لو زمان رجع بيك للثانويه عامه او للجامعه في الفتره دي بتاعت اول بدايه الحياه اللي فيها قرارات او اللي هتحدد مسار الحياه دي يعني. في حاجه بس تقول لو رجع بيا الزمن لا انا مش هعمل كده، هعمل حاجه مختلفه او ريجاردنج الكارير واختيار الكليه ولا وات ايفر عامه في الحياه؟ لا ما فيش حاجه. انت مش حاسس ان انا لو رجعت هاخد نفس الستبس عادي زي ما حاسس ان انا يعني ربنا كرمني في اختياراتي. ما عندكش مشكله بشكل عام. الحمد لله. بعد ما فيش حاجه حسيت ان انا
كان ممكن اعملها احسن ما ربنا اختارها لي يعني. بالعكس هو ده رزق يعني. كويس جدا. خلصنا الجامعه، دخلنا على سنه الامتياز. ايوه. انت اصلا ليك جيش ولا اساسا؟ ليا جيش بس ما دخلتش. ماشي. سنه الامتياز بقى، سنه الامتياز انا اتجوزت فيها. يا ساتر. بدري قوي كده. ايه ده؟ طب وانت طب هنوصل بقى للحته بتاعت حاله سريع. بسالك جبت منين الكلام ده؟ بس خلينا دلوقتي من عادي سنه امتياز قضيتها ازاي يعني؟ سنه امتياز اصلا سنه مهمه جدا عند كل دكاتره. سنه امتياز عندي ما كانتش سنه مهمه قوي في ناحيه الكارير. ليه؟ لان هي كان فيها جوازي، فبالتالي انت انشغلت. يعني هي سنه امتياز بتبدا في شهر 9 تقريبا. انا كان فرحي 30/12. فانا طبعا اول 3 شهور دي ما كنتش موجود اصلا اساسا. رجعت من الاجازه بتاعه الجواز. لو تفتكر بقى التواريخ معايا 25 يناير. فثوره قامت الدنيا، قعدنا في البيت. فهو انا في سنه راحت يعني. تقريبا نص السنه راحت. طب انت ايه عملت؟ يعني دخلت الدخله بتاعه الكارير ازاي بقى؟ دخلت الدخله بتاعه الكارير من اول ما خلصت الكليه، من قبل ما ابدا امتياز، في مستوصفات. اشتغلت على طول. هو اصلا يعني انت ما عدتش على وقفتش مع ناس والكلام من ده؟ ما عدتش على المرحله دي؟ انت اشتغلت على طول؟ انا وقفت مع ناس وانا في الكليه. وقفت مع كذا حد وانا لسه في الكليه. لكن انا دايما بقعد اقول للناس ان انا اسيستنت مش شاطر. يعني انا لما بقف في عمليه اساعد حد بتعب، مش عارف هو عايز ايه، لاني ما وقفتش اسيستنت فتره خالص. انا اشتغلت على طول في مستوصفات خيريه يعني. وسبب الشغل بتاعي ان انا كنت خاطب وحاسس ان انا عايز اثبت نفسي، وعايز اثبت نفسي قدام ان انا اقدر ان انا اعمل ده يعني. فاشتغلت وانا في امتياز اصلا. وكان بيبقى بمناسبه اللي انا بقول لك، انا فاكر الناس اللي وقفت معايا كان بيبقى معايا التليفون دكتوره ساره الطوخي، تعرفها؟ عارفها طبعا. ودكتوره اسمها انجي شحاته، دكتوره الهام. يعني دول كنا على طول بيبقى انا معايا على التليفون. دكتور احمد وجدي. الناس دي انا فاكرهم وفاكر مكالماتهم. اللي انا كنت ابقى في العياده ومش عارف اعمل ايه، فاخرج بره اتصل كذا كذا كذا، يقول لي اعمل كذا كذا كذا. عمري ما نسيت المواقف دي يعني. فهو ده كان طريق شغلي يعني. غير ان انا اصلا كنت في الكليه بشتغل كتير. يعني انا كنت ببدا السنه مخلص الريكويرمنتس اصلا، كنت ببقى مخلصها في الصيف واقعد اشتغل طول السنه اكتر. وكنت بصور حالاتي، ما كانش حد بيعمل يعني ده. انت يعني وانت بتحكي لي كده حياتك ماشيه بالتزام فظيع، وبادئ خطوات سريعه وفيها التزام من بدري. انا من اولى كليه ما بقتش يعني انا في اكتيفيتيز كتير وقفت في حياتي. وبقيت مركز في الكارير اكتر. واللي خلاني افضل مكمل بنفس السرعه ارتباطي ان انا خطبت. فبقيت حاسس ان انا لازم يعني خلاص بقى يعني انا يعني واضح انت من الناس لما بتتحط في المسؤوليه بتأدي يعني خلاص. يعني انا ما حسيتش ان انا كان عندي تشويسز قوي. بس مش بقول لك ان انا بعملها مجبر يعني. بس هو انا حتى طريقه تفكيري اختلفت يعني. حتى لسه مثلا كنت بحب ان انا جيمر كبير جدا يعني. بحب العب جيمز جدا. مش فيفا، كنت بحب العب جيمز جدا يعني. من اولى كليه ما قدرتش العب تاني. خلاص دماغي مش قادر يعني. انا لحد وقت الكورونا لما اللوك داون وكلنا قعدنا في البيت ابتديت انزل جيمز تاني والعب. وكنت مبسوط جدا يعني. لان دي كانت اول بريك اخدها. تخيل من اولى كليه. اول بريك منتال دي ما اكيد منتال مش بريك عادي يعني. اللي انا دماغي تفضى خلاص من سنه اولى كليه كانت في فتره الكورونا. انت عارف الناس كتير قوي استريحت نفسيا. اسعد لحظات حياتي. يعني الفتره دي فرقت مع ناس كتير. اسعد لحظات حياتي. انا احلى رمضان عدى في حياتي عليا كان رمضان اللي جه في كورونا. لا انا كان حاجه دي من اسعد لحظات حياتي. بس كانت مشكلتها في الرجوع يعني. اتعودنا على ريحت جامد. ريحت قوي يعني. طيب انت دلوقتي خدت امتياز طبعا، محمد بالالتزامات ولازم تشتغل وخلصت القصص دي. انا يعني متخيل يعني وضع كده. انا مخلص امتياز دلوقتي متجوز ولسه مش فاهم اصلا في ايه في اي حاجه.
خالص. ومفروض اشتغل واجيب فلوس واصرف على بيت لا يعني صعبه دي. يا جريتك يعني. الموضوع فعلا ما كانش سهل، بس هو خلي بالك برضو زمان الدنيا كان خير. احسن صح. يعني انا كنت فاكر ان انا اشتغلت في الحكومه فتره قصيره جدا، اشتغلت حوالي 8 شهور وما كنتش عايز استلم التكليف بتاعي. بس ساعتها والدي قعد معايا وقعد يقول لي ده جزء من واجبك ناحيه بلدك وناحيه ناسك. يا بابا ايه الكفر شكر دي اروح اعمل فيها ايه؟ والناس مش فاهمه. وانا بقى جاي من MSA وجاي فعلا بشتغل، كنت بشتغل بقى بموريتا يعني انا دايما عندي تطلعات ان انا اشتغل بكواليتي، حاجه كويسه من وانا صغير يعني. فقلت له، قال لي ما عشان كده انت لازم تروح. قال لي انت الناس اللي هناك دي في رقبتك، وجزء من واجبك ان انت جميله شخصيه جميله. هو ليه يعني نادرا ما تلاقي الجمله دي تتقال في الزمن ده. لا هو فعلا حد فاهم، هو فعلا شايف ان ده ناحيه اهلك وناسك، ناحيه اهلك وناسك وبلدك. هو يعني انا والدي ستاف جامعه في جامعه بنها، مسك فتره مستشفى الجامعه بنها، كان ماسك رئاستها يعني، رغم ان ده كان هيك كبير جدا بالنسبه له، ما كانش فاضي برضه علشان المسؤوليه يعني. ايوه تحياتنا يا دكتور والله. بالظبط. بس فاشتغلت فتره في الحكومه، كنت بقبض 900 جنيه تقريبا، بس انا فاكر ان 900 جنيه دول كان فيهم خير، مش عارف يعني كانوا يعني انا رحت هناك بقى وابتديت انا ادخل الاندو في المكان، ما كانش فيه اي حاجه خالص، وابتدت الناس تستوعب ده. بس بعد فتره احبطت من يعني متخيل ممكن الناس اللي اصلا هتهاجمك اساسا انت. انا يعني اتحقق معايا في 9 شهور مثلا 6 مرات. يعني فانا ما كنتش يعني معتني قوي. لا هو في ناس يعني للاسف بيبقى هو خلاص اتعود على شكل معين من الشغل، فانت بالنسبه له تعمل له هتفتح عليه هتعمل له يعني بس هو ده واللي خلاني ما اكملش ان انا دخلت في البروجرام بتاع الMRD. بس كنت محمل بالمسؤوليات طبعا. البروجرام بقى دخلت فيه بعد قد ايه؟ بعد 8 شهور من التكليف. يعني خلصت امتياز 8 شهور دخلت بقى في البروجرام. دخلت في البروجرام. نقطه تحول برضه في حياتك. دي نقطه تحول، بس انا ما دخلتش بروجرام MRD في الاول، انا دخلت MWorth. واو دي يا راجل. بس والحمد لله انا ما كملتش. لان مش شخصيتي خالص. انا كان عندي في الكليه ده التخصص، دايما بقول لك ده التخصص الوحيد اللي انت يعني سبته الناس تستهزأ منه. الحمد لله. لهم حاجه اشتغلوا كلامه برضه. لا انت زي اي طالب في الكليه صوره دكتور الأورثو قدامه مختلفه. انت وانت في الجامعه الاستاف لما بيدخل لك بتلاقي الدكتور الأورثو ده مين جاب رجل الاعمال ده هنا. صح. ايوه طبعا. فالايمج دي كانت واصله لي، هو الراجل بيدخل باين عليه مش هلكان. ايوه بيركب العربيه، لا عربيته مختلفه عن بقيه الناس. فانا كانت الايمج دي مسيطره عليا. كنا قاعدين مره في قاعده كده 2 حبايبنا قوي، واحد قرص وواحد يعني بيشتغل واحد عادي مش عارف يتكلم، فهم حبايبهم اخواتي يعني، فمش عارف يقولوا ايه ده ابني بتشتغل اسنان، يبقى اتكلمنا انت مش دكتور اسنان. بالظبط انت مش دكتور اسنان، راجل برنس يعني. ما هو انا كانت الايمج دي فانا ما كنتش حابب الأورثو كسبيشاليتي. انا كنت حابب الايمج بتاعته، مش بتعرق فيها. بالظبط. شكله نضيف، الناس دي نضيف. بس فانا كنت عمال قعدت ابوش حاجات برضو بتاعت اختيارات ربنا ليك. مش متخيل عملت بوش في الإمبورسو ده ازاي. عملت انا موتت نفسي عشان تكمل، عشان ادخل في الإمبورسو وادخل بروجرام يحيى مصطفى. طبعا اللي هو كان اقوى بروجرام إمبورسو في مصر. طبعا. وقرصت يعني بهدلت الدنيا من بره ومن جوه وعلى نفسي وهقرا ما ينفعش. انت جيت داخل بروجرام إمبورسو كان بيتعمل في جامعه مصر وما كانش اصلا بروجرام سيتل. انا مموت نفسي. وما جاتش. خدت قرار امتى بقى؟ لا بعديها بشهرين، لما السبب ان انا فشلت ان انا ادخل البروجرام بتاع الفيوتشر، ولما دخلت البروجرام التاني لقيته مش جاهز، فلقيت ان انا مش بتعلم حاجه فبضيع وقت، فقررت ان انا اسحب فلوسي. وساعتها قلت ادخل الماضي. خلاص قفلت بقى. ومستغرب نفسي يعني، انا اصلا طول الكليه ما انا بهلك في الريكويرمنتس بتاعت الحاجات اللي اللي وداك إمبورسو اصلا. اللي وداني إمبورسو، بس زي ما السنه وبحمد ربنا ان ده حصل.
دايما كده يعني. حتى ساعتها لما جيت ادخل الام ار دي ما دورتش بقى على بروجرامز جديد، كنت متعقد من فكره البروجرام الام ارثو القديم. اوكي. فقلت لا انا هشوف بقى ايه، مش هو اقدم بروجرام ام ارثو يحيى مصطفى، انا اشوف ايه اقدم بروجرام ام ار دي، هدخل الموازي ليه. الموازي دي فرحت ساعتها الام ار دي في الفيوتشر مع الدكتوره منى شهيد. طبعا دي طبعا يعني توب امي التانية ان شاء الله. نقطة دي فرقت معايا كتير جدا، وكانت البروجرام دي اتعرفت عليه. انت برضه حبوب يا مصطفى، يعني صعب حد تعرف عليك ما يحبكش بصراحه يعني. غيري يعني بس انا الوحيد اللي ما حبيتهاش. بس ودي بقى اللي اتعرفت فيها على دكتور محمود عزت اخويا الكبير. طبعا علمني حاجات كتير جدا. فطبعا يعني عشان كده بقول لك انا دكتور محمود برضه كان ليه امباكت في الحته بتاع الديجيتال ديزاين يعني نشرها في مصر. ليه امباكت عليا في كل حاجه. يعني لان هو الناس ما تعرفوش عنه ان هو الناس فاكره ان هو راجل بتاع فينيوز بس خالص. دكتور محمود زيي عامل زي كده، اللي هو كان محتاجي وكان بيشتغل كل حاجه. فهو اساس بدون منازع يعني، هو الاساس اللي انا فيه، هو اللي اداني البيز في المالتي سبيشاليتي، ان انا اعرف ابقى مالتي سبيشالست شاطر. ايوه. ودكتور محمود بيحب الشغل، بيحب الناس اللي بتشتغل. فانا كنت عاجبه. يعني انت هارد وركر، فهو انت انا انفراد جدا. طيب يعني انا فعلا اقدر ان انا اقول يعني صحابي اللي معايا في البروجرام عاملين دول كانوا بيحبوني اكتر واحد، لان انا يعني دايما كنت بفرق. مش الكاميرا اتسرقت، رحت اشتريت كاميرا دي اس ال ار. دكتور محمود قال لي الكاميرا دي اس ال ار، وقعد يتريق عليا شويه، قال لي طب روح هات بقى رينج فلاش كده وتعالى كده. الرينج فلاش ده هو فاهم بس بيشوف انا هعمل ايه، يعني جاب الرينج فلاش تاني يوم. فاحنا يعني كان بيشغلني ايوه على فكره يعني. وعملنا دي في الحلقه. اي دكتور شاطر يا مصطفى بيبقى حلم حياته والله بجد ان يشوف حد صغير فراك. لان هو بيختصر له مسافات، وبيشوف هو نفسه. اصل انت جزء من متعه يعني من متعه الانسان اصلا ان هو ينقل او يعلم حد. فانت ساعات بتبذل مجهود عشان تعلم حد، وتلاقي اللي قصادك ده مفيش استجابه، فبتلاقي واحد فراك وعاوز يصرف عليك. فعشان كده فعلا بتلاقي حد فراك وعاوز يجيبه، وانت بتشوف ان تعبك ده بيترجم في شكل حاجات بتتطور، او حد بيتطور قصاد عينك، بتبقى ممتعه جدا. فانت بتبقى ديديكيتد لحد زي ده فعلا. ما هو ده فعلا اللي حصل. يعني انا حتى بره الجامعه عيادات دكتوره منى شعيب ودكتور محمود كنت بروح اخلص فيها بقيه شغلي، لان هم كانوا خلاص هو يعني عارفين ان ده بيجيب نتيجه يعني. خلاص فهو يفتح لك يعني في نتيجه بتحصل يعني. بس فعشان كده انا برجع اقول لك انا مش ندمان على مفيش حاجه يعني كنت اتمنى ان انا اعملها بشكل مختلف. يا سبحان الله، الحمد لله ربنا. بس خلاص الام ار دي كدراسه وفادتك. مثالي انت من الناس ما شاء الله اللي استفدتوا بالمعلومات والشغل بتاع الام ار دي، ونقلته كشغل واقعي بقى على العفريات. انا كنت محظوظ بالتيم يعني. التيم اللي كان معانا كان قوي. كان معانا يعني دكاتره كتير، اسامي تقيله، ودكاتره كلينيشنز شاطرين. على فكره ما كانوش كلهم عندهم خبره فكره الام ار دي، بس كان عندهم كلينيكال اكسبيرينس. انا فرمت الكلينيكال اكسبيرينس دي الصراحه. يعني انا خدت الدكتور كريم البطوطي وطلعنا على الميكروسكوب. انا هشتغل على الميكروسكوب، معلش انا اسف، انا لازم اجرب. امبلانتس انا خارج من البروجرام حاطط 30 امبلانت تقريبا. ما شاء الله. يعني ما فيش حد بيعمل كده طبعا. كلنا يعني يعتبر بنجيبك ويفرد وقت. يعني انت عايز تعمل كده، ما اعتقدش كل الناس هتعمل. انا عايز اعمل كده وعامل فينيس. فانا عصرت البروجرام زي ما بيقولوا. وبصراحه الحمد لله ربنا كرمني بالناس اللي حواليا كلها، ودكتور عمرو ريتريبي ودكتور ماجد زودي ورامي ماهر. الناس كلها كانت ناس بتحب الشغل. اسماء قويه بتحب الشغل وبتحب ان تلاقي حد عاوز يشتغل. فالناس دي كلها مش بخله في العلم. لا الناس دي كلها ما فيش حد فيهم فعلا دخل عليا خالص، بالعكس كلهم كان ليهم بس هو ربنا بحس ان ربنا بيوقف البني ادم اللي عاوز يجتهد وعاوز يشتغل وعاوز بيوفقه للناس. يعني بيوفقه للناس كويس، بيوقف له ولاد. هو كله توفيق من ربنا. يعني انا اصلا لو تقدر تقول لي هو انت ايه اصلا، انا مش فاكر انا ليه كنت بفرق كده. يعني انا ما اعرفش ايه السبب. يعني دي انا بشوف ان دي طبيعه شخصيه.
طبيعه شخصيه. بس انا فكره الكومبيتيشن اللي دخلتها زي ما بتلاقي حد بروتة، هو ما تقدر تقول له ينفعش ومصلحتك، هو بروتة خلاص، هو ربنا يعني هو انا كده يعني. كان عندي الحمد لله كان عندي بين، يعني بين ده هو اللي كان بيحرك بين بقى يعني بين نفسي، بين يعني دايما بيكون عندي حاجه حافز. يعني انا مثلا لما اتخرجت دخلت على الويب سايت بتاع دنتال اكس بي، ده كان اول بلاتفورم اونلاين يتعمل في العالم. وشفت حالات الناس هاوي جلوكمان وموريس سلامه مع بعض. يعني ايه يعني؟ انا ما كنتش فاهم دول كيف شايف ممكن اقعد ان كان سحرا فابطله واوجمنتيشن والكلام ده وانا لسه خلصت امتياز. فاتخضيت واحبطت، وشفت مجال بقى ستانلي وناس يعني مبهره جدا، واحبطت وحسيت ان انا فين من الناس دي. يعني ده كان هيبقى ليه تو امباكتس عليا، يا اما ان انا احبط تماما، وده كان كفيل ان هو يحبطني فعلا ويخليني احس ان انا المفروض اغير الكارير، او ان انا افرق. فانا كنت على طول حاطط الناس دي. فانا اقدر اقول ان هو البين هو انا حاسس بالبين ساعتها، ما كنتش فاكر ان هو حاجه فايتال يعني. بس هو يعني انا بحس ان برضو يعني اللي انت بتحكيه ده ليه علاقه برضو بنظرتك لنفسك. يعني في ناس ما بترضاش نفسها غير ان هي تكون في المقدمه. يعني انا عاوز ابقى انا بشوف نفسي ان انا كويس وعاوز ابقى في حته كويسه. وفي ناس بتقول لك يا عم ايه يعني نعيش على قد يعني. والله يا دكتور احمد رزق رزق ما انا ما كنتش كده في المدرسه، كنتش عايز ابقى بس الوعي مختلف. بس انت خلي بالك، ما انت في المدرسه ما عندكش المقارنه دي. يعني انت ما كنتش بتقارن بحاجه يعني في المدرسه برضه، بس هي ثانويه عامه كلها شبه بعض لكن انت طلعت في افق بره. يعني انت اصلا انت بتتكلم في حته، انت مش بتتكلم مثلا في يعني انا قصدي شخصيتي ما فيهاش الكومبتيتيف دي ما ظهرتش غير في الكليه. اوكي. بس انا حتى مش شايفها كده، مش شايفها في سياق الكومبيتيشن. انا اكتر شايفها في سياق بيسموه ايه، التحقيق، او ان انت اتشيفمنت. يعني عاوز تعمل اتشيفمنت اكتر ما هي انت بتبص على حاجه. يعني مش بتقارن نفسك ان انا لازم ابقى احسن من ده اكتر ما هو، لا انا عاوز ابقى في الليفل ده بالظبط. فيعني كلام ملهم الحقيقه طيب هاخدك بقى، انت دلوقتي اشتغلنا وبتاع، وبعدين هاخدك على السوشيال ميديا. يعني نطت علينا كده في من 2000 في 2010 في الفتره من 2011 2012 القصه بدات يبقى ليها فيسبوك والحاجات دي بقت ليها تواجد. ليها تواجد. ومش عارف بقى انت بتشوفها ازاي، بتشوفها بتستغلها كويس، بتشوفها مضره، ليها جوانب سيئه وجوانب كويسه، بتشوفها ازاي؟ وفي كورنر مهم فيها اسمه بوليني، شفته ازاي؟ مبدئيا انا عايز بوليني يجي يخش الراجل ده. احنا غالبا بعد العصر الحقيقي يعني خلينا كده على السوشيال ميديا نطلع البوليني، لان البوليني ده يعني وانا في الحلقه اللي فاتت يعني انا فرمته يعني يعني خد بالك انا واحد من الاتشيفمنتس في حياتي يعني. ايوه ان انت الحاجات اللي خلصت الكوليكشن اللي انا عملته فيه ده اتشيفمنت. يعني لما جه الحلقه اللي فاتت بصراحه يعني متخيل جت سيرتك كده وقعد يقول بقى البليزر ايوه بالظبط متخيل. بس انت علاقتكم ببعض بدات ازاي اصلا؟ علاقتي بالبوليني بدات فيسبوك مينلي. هو كان بياخد رايي في مايكروسكوب. ما هو بيقول انا كنت بشوف الرول موديل. يعني بشوف مصطفى سامي الرول موديل لغايه ما اكتشفت ان هو عيشته حلوه. ده راجل عيشته مرتاح، سمعنا قبل له اسم الموضوع. لا انا بدايه كلامي معاه كان بيسالني على الميكروسكوب، وكانت مشكله هو فيها مع حد ما يهمني، فانا تدخلت. اوكي. يعني مش فاكر اني ايه قبل ايه. دي كانت بدايه كلامنا يعني. انا مش عارف اصلا احنا امتى رحنا في الحته دي. يعني مش متذكر. بتعملوا ايفورت يعني فيديوهات بس هو بيتهمك اتهام خطير. بيقول ان انت يعني مالكش اي تاثير في الفيديوهات دي، وان كل اللي بيعمل قصه احمد عادل. الكلام ده كذب.
مفيش الكلام ده. الكلام ده كده إذا انا كنت دايما بكون صاحب الفكره واحمد عادل صاحب التنفيذ. يعني عادي انت راجل يعني لا معلش انا راجل الفكره وبجيب احمد عادل بس خلينا، وانا اصلا كنت بعمل الافكار دي كلها لوحدي بس ما كنتش بعملها بالشياكه بتاع احمد عادل. برنس برضه برنس في الحته دي. يمكن في فيديو بتاع تكريم النقابه ده الوحيد اللي احمد عادل عمله في الفيديو زي كنت نايم اصلا انا صحيت سعيد لقيت المنظر ايه لا سعيد لقيت الفيديو هو عامله لكن يعني دايما كنت ببقى انا معلش ده هو بيقول اي كلام هو يعني بص بيفلفص بس يعني مين بدأ الحرب دي فاكر؟ احنا سنين صحينا لقينا في حرب قايمه فيديوهات وبتاع. انا فاهم مش فاكر عايزين نديجنج في الموضوع ده نعرف. لا مش فاكر بدايتها ايه. وبعدين هو بوليني ملوش اخر. هو احسن يعني هو ايه هو فتح يعني احنا حتى في الاخر قلنا احنا خلاص احنا كده خلاص يعني الليميتس مش هينفع تفتح بالظبط. فلا انا مش فاكر حتى انت عارف الفيديوهات دي طلعت بره نطاقنا بره نطاق الاسنان. عرفت يعني في ناس عارفاك وعارفاه وفي ناس متابعه لا فعلا. ولا والموضوع يعني كان لذيذ جدا. واحمد عادل لما دخل في القصه الموضوع توحش لانه بقى يعمل الموضوع بايه حتى هو عمل ليه بوش لبوليني انه يعمل حاجه بقى فلا يعني. بس هو الجميل ان انتوا الاثنين اصلا يعني لطاف وما بقى يعني واخدين الموضوع فعلا الدنيا لطيفه يعني. عايز اقول لك احنا كنا ساعات الجانب الثاني الناس ما بتعرفش بوليني حاجات جدا يعني احنا كنا ساعات حتى لما بنعمل حاجه ممكن نبعت برايفت مسج نطمن ان الدنيا تمام مش متضايق بتاع جميل. بس يعني بس انت برضو يعني عشان برضو ايه الامانه يعني وانا انت سايب تروما عند ناس كتير يعني مش بوليني بس يعني بوليني بس انت يعني هو اللي ايه بيفلفص معاك شويه انما واضح ان كل ما يجي سيرتك مع حد يعني والله انا ما كنتش كده بس انا سكه التنمر دي بقى يعني دي هوايه ولا صراحه يعني عيلتي يعني وملي باباي. لا والله دكتور احنا كنا بنوجه لك شكر في اول الحلقه بس حضرتك اطلقت علينا وحش. بابا يعني والدي في نص الحرب بتاعت بوليني دي انتوا بيكلموا لي انزل لي بقول له قال لي يا ابني مين بوليني ده ليه بتعمل فيه كده؟ لا مش للدرجه ده ما قلتلاش حاجه لا حرام عليك مش كده خف شويه بس هو احنا عائلتنا كده انتوا بقى بنت عائله والدي مش يعني عائلتنا كده دايما عندنا في جروب اشرار بتنمروا يعني على جروب الطيبين. جروب الاشرار ده اللي هو بقى ايه ميلي والدي وابن عمي الكبير الله. وفي بقى جروب تاني طيب دول هو يعني التجمعات العائليه كانت بتكون كده دول ضحايا يعني انت فهو الموضوع بادئ معاك فانت بتختار مع العلوم مع الطيبين وهم الهم بقى عشان خليني مع الناس اللي الموضوع بس الموضوع خرج بره نطاق العيله وطلع فيه وشنا بالظبط كده اتضرب بقى في الموضوع. الموضوع كان تجمعات عائليه في الاول وفي الاخر. فكره استخدامك السوشيال ميديا انت تصور الحلقات وتنزلها وطريقه التصوير والخلق اللي انت تجاوب على اسئله الناس والحته دي يعني برضو ان يعني ما شاء الله انت النقابه كرمتك عشان سماتك في الحته دي يعني يعني بس انا دايما يعني انا بشوف حاجه صعبه ان حد ينزل حالات وما يقفش عند الحته دي ويجاوب على الاسئله ويقول للناس دي كذا ودي كذا ودي كذا ويطلع يقول تريكس حقيقيه يعني انا فاكر اللايف اللي انت عملته في رمضان بتاع في عدنس كافيه الحقيقه كان يعني مفيد جدا ناس كتير علقت عليها انبسطت جدا انا يعني نادرا ما اقعد اتابع القصه دي للاخر لا كان حاجه رائعه بصراحه. فيعني بدات منين او يعني تفكيرك فيها جاي ازاي؟ بدات من الحالات اللي شفتها على السوشيال ميديا. انا اوريدي كنت بادئ في التصوير قبل ما السوشيال ميديا تظهر. بتتكلم من بدري يعني. كنت جايب دي سلار كاميرا وجايب رينج فلاش يعني كنت بصور حلو جدا لوحدي كده يعني اتعلمت التصوير في الام ار دي بس خدت الموضوع في حته تانية ان انا جبت بروفيشنال كاميرا وابتديت ادوس في الموضوع. وبعدين ابتديت الجروبس تظهر لي ستايل ايطاليانو واشوف حالات ايه ده يعني بدل ما اعمل موضوع بالكومبوزيتس ايه ده الكومبوزيت بيتعمل بطريقه تانية مختلفه.
وكنت حابب ان انا اطلع شغل بالشكل ده كويس. برضو نفس الكلام بين ان انا مش عارف اعمل ده وعايز اعمل ده. وكان اول واحد في مصر يبوست على السوشيال ميديا. ما انا كنتش عارف ابوست لان كانت حالات الام ار دي، والحالات دي كانت مش المفروض ان انا اظهرها لحد النهارده. الحالات دي ما نزلتش يعني. فكنت بشوف عبد الرحمن كان هو اول واحد ابتدى يعمل الموضوع ده، وابتديت حتى اتواصل معاه وتعرفنا من كده. تعرفنا من خلال تاني كورس وعمله تقريبا. وندمت اكيد. انت دلوقتي هو اللي معلم عليك بالظبط. مقاسم المقاس حياتي. انا هو طول النهار عاملين في الموضوع. يعني هو ده ربنا بعته يخلص فيك كل اللي مع الناس. عبد الرحمن انا اتعرفت عليه من السوشيال ميديا وكده، وبعدين اتقابلنا مره في مؤتمر وقلت له انا عايز اعمل الحاجات اللي انت بتعملها في الكومبوزيت دي. كنت انا بشتغل في ام ار دي في المعطر ريابس وامبلانت كل حاجه، بس مش عارف اعمل كومبوزيت كده وعايز اعمل كومبوزيت كده. كنت مهتم وقلت له، فخدني واشترى لي الحاجات مع بعض وتعرفنا مع بعض من ساعتها. هو جدع سبحان الله. لا عبد الرحمن برضو من الحاجات اللي ربنا وفقني ليها يعني فرق معايا كتير في الكارير بتاعي وفتح لي سكك كتير الحمد لله يعني. ف بدأت بقى، كنت خلصت البروجرام وفتحت العيادة، وبدأت ان انا اصور الحالات بتاعتي بالطريقة اللي انا متعود عليها في الام ار دي اوريدي، بس في الحاجات الكوادرنتس الصغيرة الاول. وابتديت انزل ده على السوشيال ميديا. ليه؟ زي ما الناس بتعمل ده كده، الناس بتعمل كده فانا اعمل كده، ومن اتعلم اخد كومنت من ده، اشوف ده بيعمل ايه، انا متواجد. لكن ما كانش في دماغي ايه الريتيرن بتاعها، ما كنتش بفكر فيها. وسبحان الله حاله في الثانيه دخلت بمعلومات بقى الام ار دي اللي انا بعرف اعمل فول مارت ريهابس، وصورتها بنفس الطريقه وابتديت منزلها. فدي كانت تقريبا اول يعني حد في مصر يبوست على السوشيال ميديا حالات فول مارت ريهابس ما شاء الله. ده لاني انا جيت متاخر في السوشيال ميديا، بس انا جاي معاك باك بحاجات من الاول من المامر دي وانت شغال. يمكن ده كان البومينج بتاعي على السوشيال ميديا. فابتدت الحالات فول مارت رياب ورا بعض، وده كان اصلا كور شغلنا في الام ار دي. انا بعرف اتعامل مع الحالات دي ازاي. بس انا ما كنتش عارف ان هي هترجع لي كتير. يعني حجم الاكسبوجر اللي حصل خلاني اشتغل من غير ما اعمل ماركتنج. بالظبط. انا كنت بسوق لنفسي وانا مش واخد بالي. مش قاصد. انت يعني دايما بحس كده ان الواحد بيبقى يعني قاصد يعمل حاجه. يعني انا بس دايما بيستوقفني في الحاجات دي. وسبحان الله دايما الانسان بيبقى قاصد خير وبيعمل حاجه كويسه. المجهود يعني انا دايما بشوف كده المجهود بتاع ان انا نزلت حاله فاقدر ارد على اسئله الناس. يعني انا ما بقدرش اعمل كده. يعني حتى انا دايما عشان اطلع من القصه دي انزل حاله اقول ايه دي فشخره، عشان انا مش هعرف ان اللي بحس ان بيرد او يقول او يعني ده ايفورت بصراحه. يعني مرتبطه بالسن يا دكتور احمد. كنت يا جماعه احلى جد في حياتي. عشان يا اهلا وسهلا يا راجل يا طيب يا راجل جايب لك مايك يا عيب. طبعا كنت متفقين يا جماعه ان مصطفى متجوز من بدري او بتاع، بس هو يعني ده مش معناه خالص هو كبر. ده كلام اطفال ما بناخدش عليه. بالظبط كده، محدش يركز معايا. لا الخلق في انك ترد او لا هو انا خلقي برضو اتغير. يعني انا ما بقتش زي زمان، او مش خلقي اتغير، او الاسئله كترت بقت اكتر من هو ساعات بيبقى في اسئله اصلا اشرح المنهج كله دي بتبقى دي مش بعرف ارد عليها خالص صراحه. بس هو برضو بطبيعه الحال مع كل ما الاكسبوجر بتاعك يزيد كل ما حجم الاسئله دي. فانا لا يعني انا ما بقتش زي انا برد في حدود مقدرتي. ما منطقي بس يعني اللي هي مش بتساعد للاسف. انا من كتر ما مش بالظبط. بس يعني بفتكر انا وقت ما كنت زي الناس اللي بتسال دي صحيح، والموضوع بيكون مرهق جدا. يعني عشان كده بقول لك يعني هي الموضوع مش سهل الحقيقه. يعني بحس ان انا المفروض ان انا من واجبي ان انا اعمل ده. ما يعني دي حاجه محترمه. يعني انا عشان كده بقول لك انا لما بسمع لك محاضره او بقعد في لايف اشوفه او بتاع الحقيقه حجم انا اقول لك المعلومات الحقيقيه اللي ممكن حد يخرج من المحاضره او من اللايف يروح يعملها
وده مش كتير بيعملوا الحاجه دي الحقيقه يعني. كبير جدا، كبير جدا يعني. تبقى قاعد يعني ايه ده ممكن تبقى بتسمع دي اتحلت يعني عندي مشكله واتحلت ايه. فده يعني ربنا يبارك لك ان شاء الله، ويبقى من الحاجات اللي يعني ترجع لك بالخير في حياتك يا رب ان شاء الله. عاوزين نروح لفكره بقى ان انت مع كل المشغوليات دي اخبار المذاكره وان انت تابديتد، يعني بتعمل كده ازاي؟ بتعرف بتقع، بتعمل لك وقت؟ بقع وبرجع يعني هي، ولا بتشتغل بالحته يعني محتاج حاجه بتروح تذاكرها؟ لا انا اوريدي عملت بيز. ما طبيعي، والبيز ده خد مني مجهود. انت وانس ان انت بقى عندك بيز، لما بتكون عايز تكون ابديتد الموضوع بيكون اسهل. صحيح. فاللي بيحركني ان انا ابقى ابديتد هو الحالات. يعني انا والدي قال لي وانا بفتح العياده اكتر حاجه اتعلمك. قلت له هو مستحيل، يعني ايه العياده؟ هتعلمني ازاي العياده؟ كنتش فاهم كلامه يعني. بيقول لي انت هتعرف وهتيجي تقول لي العياده هي اكتر مكان تتعلم فيه. وده فعلا حجم المعلومات اللي خدتها من عيادتي اكتر بكتير من اي حاجه في اي مكان، اكتر من البروجرامز. ليه؟ لان هي بقى في تشالنج او حاله عاوز تعرف عاوز تعرف تحلها ازاي، فبتعلمها وتجرب. فانا بقى يعني بقى الشغل بتاعي هو اللي بيحركني ان انا ابقى ابديتد اكتر هنا وهنا وهنا. سواء بالقرايه او بالكورسز. اوكي. من الاخر بقرا في الحاجات اللي انا ليا خلق اللي اقرا فيها، والحاجات اللي انا حاسس ان انا مش قادر اقراها بحضر فيها كورس واحد تراست. بدور دايما على الشخص مش الكورس كونتنت. يعني دايما لما بختار كورس بدور على الشخص، مين المسؤول. ايوه صح. اكتب زي ما تكتب، اكتب لي كريكولم رهيب صح. مش هصدقك. انت مين؟ انت فين حالاتك؟ بتشتغل ده ولا لا؟ كلينيكالي مهم الكلام ده، مهم جدا. بتطبق الكلام ده ولا لا؟ يعني انا لما جيت الكورس بتاع حضرتك، كورس الاداره، انا عرفت ان الدكتور احمد ما جيتش غير لما عرفت ان الدكتور احمد فتح عياده من زمان، والعياده دي كان فيها لخبطه وصلحها، وصلح الاداريات بتاعتها ودرس، ويعني في كده تاريخ اتعمل، فانت بناء عليه بتقول انا هي المكان ده ومش هي. لكن انا الكلام ده الحقيقي الوحيد اللي قاله مصطفى بتاع السن ده ما غلط. بس لا يعني انا دي بالنسبه لي فيصل. يعني اي حاجه بحاول بتعلمها من حد تراست بالنسبه لي، يعني خاض التجربه وفشل ونجح ووصل لحاجه. بس في جمله يعني، في حاجه استوقفتني، هي حتى في بتوع البيزنس او بتوع المانجمنت يعني بالذات، عشان خلطه كلمه تتكلم تخلط غلط يعني، بس يعني بيتكلموا فيها، ولو الناس ادركتها يتعلموا بقى. يعني الجمله بتاعت والدك الرائعه دي بتبقى حقيقيه. انت عارف ساعات يجي لك الحاله دي فيها مشكله معينه، فانت تمشيها يعني، عرفت ايه، تلصمها وما تقفش عندها، فيبدا تتكرر كل مره تجي لك الحاله، ويبقى السوليوشن هو ان انت بتلصمها. لكن لو وقفت عندها وعملت بقى ديجنج في الموضوع ده، عملت سيرش وشوف بتحل دي ازاي، هتبقى هنا اتعلم. ناس كتير ما بتقفش الوقفه، وانا بقيت اشوف ان دي الفارق بين الدكتور يتطور ولا لا. انا عندي دايما خوف ملازمني بتاع الدكاتره الكبار اللي كبروا ما كملوش. ده بالنسبه لي كابوس بيمشي ماشي وراه. ودايما وبشوف في الناس الكبار مين اللي ما تشاورش بس الناس الكبار شوف ايه والله العظيم مش قاصد، بس دايما بشوف الناس الكبار مين اللي فضل موجود ومكمل، وبلاقي هما الناس اللي كانوا من الاول سابقين، واللي كنا بنشوفهم بنقول ايه انتوا فين؟ انتوا منين؟ انتوا جايين منين؟ صحيح. فدايما عندي بريشر ان انا ابقى دايما ابديتد، وان انا زي ما حضرتك قلت ما اقفش عند الحاجه اللي اتلصمت. كلنا لصمنا بالظبط، كلنا لصمنا عديت، بس اقف يعني اجيبها واعرف تتحل ازاي. يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اغير قناعاتي واروح لحاجه انا في يوم من الايام كنت شايفها. انت عارف ان دي اكتر لحظه مأساويه بتعدي عليا في حياتي، ان انا اتحط في نفس الموقف تاني. الموضوع ده بحس ان هو ايه قمه السذاجه اللي ممكن يبقى انسان يبقى فيها للدرجه دي. يعني انت وقفت في المشكله ده اصلا يعني لازم تشوف حلول تانية. يعني ايه، اعمل بقى يعني سجل. وفكره انك تاكسبت ان انت
في حاجه طلعت احسن من اللي انت بتعملها. دي قصه ثانيه. واكسبت فكره ان انت في حد بيعمل حاجه احسن من اللي انت بتعملها. فتروح الحد ده ممكن يكون اصغر منك. مثلا نقطه مهمه جدا جدا. صحيح. لان اصلا الناس بقى اصغر في السن، الناس الاكتف بقى اصغر في السن. فانا ما بقاش عندي مشكله ان انا اعترف جوه نفسي ان انا ممكن اروح اتعلم من واحد قدي او اصغر مني واعامله معامله. عشان كده جبت الكورس. وعشان كده جبت الكورس واحد اصغر مني يعني هنمشيها كده بس فهي هي التشالنج في دي. يعني هي اللي بيحركني في الاول وفي الاخر الشغل. وانا مقتنع ان الواحد مش المفروض يتعلم حاجه هو مش في شعرايه بين ان انت تتعلم حاجه جديده فتفتح مجال جديد في شغلك، وانت تتعلم حاجه بعيده عنك قوي فما تعرفش تشتغلها فتنساها. والشعرايه دي انا مش عارف بتتظبط ازاي، يعني انا مش عارف اقولها. ايوه. بس هو في يعني انت لازم تاخد كورس تتعلم حاجه جديده، بس انت ما تاخدش حاجه جديده قوي يعني عشان تطبقها. يعني انا يعني بما انك بتسالني ايه اللي انا عملته عشان افضل ابديت، اللي انا كنت باخد الكورسات الى حد ما في مواعيدها الصح، مش كلها. في كورسات خدتها ونسيتها. بس بحاول دايما ان انا اكورليت ما بين اللي انا بتعلمه واللي انا بشتغل. اوكي. فبتلاقي ده بيجيب ده. مره اللي انا اتعلمته هو اللي يفتح لي مجالات شغل، ومره فتحت مجالات شغل اكبر من ما قدرت من امكانياتي هي اللي تخليني اتعلمها وارجع لها. ايوه. هي دي محتاجه ظبطه. انا مش قادر، ما لهاش فورمولا معينه يعني. بس انت قلت الفورمولا، يعني الفورمولا هي كده ان انت اصلا تبقى اوير بنفسك، يعني اوير بنفسك واوير بمكانك واوير بطبيعه المرضى بتوعك او بالظبط. يعني واحد يجي مثلا في امتياز انا عايز اخد كورس فينيز، يا حبيبي فين انت مش هتعملها في مستوصف عصفور ازاي؟ يعني معلش انا اسف مش هينفع ما انا كنت في مستوصف عصفور ومسجد النور مش كنتش بشتغل ما تتعبنيش واحده يعني هي دي النصيحه اللي انا اقدر اقولها لاي حد عايز يتعلم حاجه. ده حقيقي جدا يعني. عامل ايه مع الكتاكيت؟ الحمد لله. قد ايه دلوقتي؟ عندي نيلي 12 سنه ما شاء الله. وعبد الرحمن 9 ورايح في سكه 10 ونيكول نولا الصغيره دي 4. دي بتلعب فيها معاها دي دلوقتي العيله. صح. انا اصغر واحد في عيلتي. فدي انت بتفكرك دي انا اصغر واحد في العيله كلها لان بابايا كان اصغر. احنا بنتكلم برضو في الفرق 5 سنين بينها وبين اخوها. فدي بتطلع من البيت كله 6 سنين برضو. زي الفرق بينك وبين اختك تقريبا قريب من الفرق كده. فهي مدلعه خالص يعني فرض شخصيتها يعني خالص تماما على كل الناس. اصل انت بتتكلم يعني اصغر حفيد بعدها لحد الجد الكبير كله بيدلع يعني. طب والوقت بقى عرفت مع مشغولياتك وانشغالاتك يعني عرفت تقضي معاهم وقت ولا الدنيا بتسرح منك؟ بحاول على قد ما اقدر. بنفضلهم ايام يعني عامل يعني ما اعرفش انا دايما بسال السؤال ده يعني بيبقى عندك مثلا يوم فلان ده يوم البيت ويوم فلان ده يوم الشغل. بحاول ان انا اعمل بعض الايام اللي انا اشتغل فيها من 9 الصبح بدري بحيث ان انا احاول الحق اخلص فالحق اشوفهم قبل ما يناموا في المدرسه. طبعا ده مش دايما بيتحقق يعني بيكون الموضوع مش سهل. يوم الجمعه يوم مقدس الى حد ما طالما انا ما عنديش فيه ايفنت او مطار، بس دايما بخليه للبيت مني. ودي نقطه انا شايفها مهمه. بحس الناس كتير يعني مش مركزه في الحته. يعني انا مشكله والله يعني. مش عارف الناس ممكن تزعل مني يعني بستغرب لما حد يكلمني الجمعه يقول لي عايز اقابلك. والله يعني انا مش عارف يعني بتستغرب هو فاضي ليه ولا بتستغرب ازاي يقول لك انت كده؟ لا بحس ان يعني الوقت المتاح قليل. ودايما في حد اولى بيه. ايوه انا الخميس اجازتي على فكره مش الجمعه. يعني بشتغل الجمعه بس انا الخميس. انا عارف لازم في ناس كتير بتشتغل الجمعه بحكم طبيعه شغلها. بس دايما بلاقيهم انا في يوم معوضين بيوم تاني. في يوم للبنات. في يوم وفي ساعات يعني في اليوم ساعه لازم يعني نتقابل فيها وما مش بيحبوها قوي. لا يعني بحاول على قد ما اقدر. مش هقول لك انا احسن واحد في الموضوع يعني انا متخيل ان الامباكت بتاع باباك على في حياتك هتلاقي انت بتعمله بصوره حتى لو في الانكونشس بتاعك مع اولادك يعني انت برضو بتحاول تبني فيهم او مركز ان انت تزرع فيهم حاجات يعني بص انت وانت بتحكي لي كده
باباك موجود يعني في كلمات موجوده معاك. بس انا اقول لك على حاجه. انا بابايا موجود، بس بابايا ما كانش متواجد وانا صغير قوي. طبيعه شغله النساء والولاده ماشي، ما اختلفناش، بس ما احنا بنتكلم دايما على الكواليتي تايم مش على الكوانتيتي. كواليتي تايم بالظبط كده. كان في كواليتي تايم، ما حدش بيتكلم على يعني هو يوم الجمعه اجازه يعني متعود ان انا يوم الجمعه بس التايم اللي فيه كونتاكت ما بينك وبين والدك او ما بينك بقى وبين ولادك شكله عامل ازاي؟ الكواليتي بتاعته عامله ازاي؟ بالظبط هو ده الفكره، لان يعني ما انت لازم تكون موجود لازم تكون موجود. طب قول لي في موقف حصل مثلا حسيت ايه ده، انا يعني انا كنت بقى بنكر على بابا وماما كده، بس انا لقيت نفسي بعمل الحكايه دي. هو ما اعتقدش في حد ممرز بالنقطه دي. اي حد ربنا بيرزقه باولاد بيدرك على طول مع اول طفل. يعني انا دي وجهه نظري، ان هو قلب على بابا ومامته. بالظبط وتقعد تسترجع الحاجات، وهي في الاول وفي الاخر انت بتلاقي نفسك انت بتبقى نسخه منهم. يعني ممكن تكون بتحاول انك تغير شويه حاجات بس انت بتكون بالنسبه لك التارجت از لونج از ان انت واحد الى حد ما راضي عن نفسك. الى حد ما راضي عن نفسك، بتكون حاسس بسبب المخاوف بتاعه الدنيا حواليك ان انا ايه، طب كتر خير الدنيا لو اعمل واحد زيي اعمل واحد مني كمان وخلاص. فانت تشوف ان واحد منك ده يتعمل بان انت تبقى شبه اصلا باباك ومامتك عادي جدا. بالظبط يعني بس ما اعتقدش ان في حد ما فيش حد ما ادركش النقطه دي. لازم تكون ادركتها يعني. طيب ولادك هيكبروا وهو يعني مش فجأة هتلاقي فجأة ان هم قربوا يخشوا على خلاص 12 سنة دي، يعني كمان 3-4 سنين هتبقى بتقرر تخش أي جامعة يعني. تبقى يدوم على أسنان ولا؟ لا السؤال ده مش عارف اجاوب عليه. مش عارف. انا مش عارف. قابلني بعد 4 سنين ولا اقول لك اتس كومبليكيتد. عارف لك في الريليشن شيب اتس كومبليكيتد. مش عارف خالص. يعني ما الموضوع ده كونفيوزنج جدا بالنسبه لي. انا حتى لما حد بيسالني في ثانويه عامه خلاص انا مش عارف ارد عليه اقول ايه. وده ممكن الناس تستغربوا، يعني اكيد اللي انا عايز حد منهم يطلع اسنان بقى ويشيل الليله، بس انا مش عارف لسه مش مقرر يعني. مش مقرر، مش عارف فعلا يعني الموضوع ده بالنسبه لي مش ما فكرتش فيه. حتى عبد الرحمن يعني عبد الرحمن بقى طب الولد مش عارف. اصل هو لو يعني شغلانتنا لازم يكون واحد عايز يعمل فيها، يعني محتاجه ما اعرفش كل الشغل كده ولا لا، بس انا بحس ان مهنه طب الاسنان عشان الواحد يتميز فيها هو لازم يكون عايز قوي ان هو يعمل حاجه وليه خلق على التفاصيل دي. اوكي. فمش عارف، بحس انها فيها كرايتيريا. مش لازم يكون واحد تالنتد، بس المايند سيت لازم يكون موجود. فلو انت المايند سيت بتاعك مش في المنطقه دي، شفت ناس عباقره كتير دكاتره اسنان وما حققوش اي حاجه في طب الاسنان وسابوا طب الاسنان وعملوا حاجات تانية مع انهم عباقره، بس هو المايند سيت مش موجود في النقطه دي. ايوه ومالوش خلق لده. ايوه صحيح. فدي حاجه يعني دي من الحاجات اللي ربنا يختار اللي فيه الخير، لان دي حاجه بره حدود تفكيري. صحيح. طيب هنوديك لحته تانية بقى، حته ما بتحب تفصل. عندك هوايات بقى وحته كده زون بتروح عشان تفصل بقى كده، تلعب حاجه تعمل حاجه؟ مينلي التمرين. بتروح تتمرن الجيم؟ انا اتمرن الجيم، ده اللي انا بقدر اعمله في حاجه في خلال اليوم يعني. من الحاجات اللي بتخرجني بره الستريس جامد. القعده في البيت. تقف في البيت مش حاجه. بس انا يعني مش مصدق موضوع القعده في البيت، انت اصلا فرق. لا لما بقعد في البيت بفصل يعني. تفصل. طب كويس. ولما بكون بقى في بيرن اوت جامد ومش قادر اسافر، سواء يعني مع الاسره او لا، والسفر بره بيفصلني اكتر خالص. يعني دي اللي انا لما بكون جايب اخري هو ده اللي بيخرجني من ليك بقى في القرايه في مش عارف تلعب الهوايات. انا بعزف بيانو. ايه ده المفاجاه دي؟ ما اعرفش انا المعلومه دي. انا بعزف بيانو، العيله كلها اصلا بتعزف.
لا ما يعني ما تاني مامتي ناس كتير ما تعرفش الحكايه. مامتي وبنتي وبنت اخويا انا شفت نيلي بتعزف. نيلي بتعزف، بتعزف بنت اخويا الكبير اللي هي ما شاء الله الحفيده الاكبر يعني، ومامتي نيلي وانا كلنا بنعزف. طب يعني عاوز اسالك سؤال بجد يعني. بس انا يعني عشان برضو ما بقاش بقول كلام غلط، انا دي هوايتي بس انا ما بقدرش اعملها عشان افصل. اوكي فهمت. مش دي للأسف. الحاجات اللي تفصلك. لا مش حكايه تفصلك، انا للاسف الهوايات بتاعتي وقعت جامد مع انشغالي. ما لان انا الهوايات بالنسبه لي ده فيها مجهود، فيها شغل، فيها مجهود منتال ذهني. انا ما بقدرش عليه. مش عاوز. يعني ما انا قلت لك انا بحب الجيمز، ايوه بدي من هواياتي بحب العب جيمز. بس في دي منتال ما فيها بلعبش. تفكير. لا يعني لو هلعب جيمز العب حاجات ما فيهاش تفكير، وانا بحب الجيمز اللي فيها تفكير. طب سؤالي ما بس أقدرش. سؤالي يعني هل من يعني ايه حكايه البنطلونات والجزم؟ ايه الموضوع ده صح؟ قاعد متجوز فاشن ديزاينر، عايز يعمل ايه؟ هيعرف علي قالك. تخيل اعمل ايه يعني. بس انت عارف، لا بس انت بس انا على ما فكره تهزرش يعني. انت عاوز تقول ان دي سمر هي اللي بتلبسك الحاجات دي؟ انا مين اللي بلبس ده؟ ايوه ما تربطهاش في سمر. لا مش بس هي ليها عامل طبعا. ايوه ماشي ما اختلفناش يعني انا باخد رايها في كل لبس. بس انا اقول لك على حاجه، هو انا بره الطب انا مش قد، انا قد عشان انا جوه الطب. ايوه ما اختلفناش يعني طبيعي احنا في مجتمعنا مالناش دعوه. لا مش فكره مجتمع، فكره الكوميونتي، مجتمع طب الاسنان. انا قصدي مجتمعنا بتاع طب الاسنان او دكاتره عامه. لكن انا مش اللبس. لا انت بره ماشي عادي خالص. تمام. انت انا طول عمري بحب ناقصك بايك وبتاع وتبقى الدنيا جميله. بالظبط. يبقى كده تمام. فبس الفكره بس وبعدين الفكره يعني شكلك رايدر. الموضوع يعني في انت ما لمحتوش. بس طبعا انا مبسوط، الحلقه جميله زيك يعني والله. انت من الناس اللي ايوه كده بقول في ناس كده في الكوميونتي بتاعتنا انا اليوم حته كده عندي. لولا اللي انت اصلا موجود في الانترفيو ده انا ما كنتش يا حبيبي ربنا. انا اول حاجه قلتها لهم لما قالوا لي، قلت لهم مين اللي هيتكلم معايا؟ عشان برضو انا مش هعرف اتكلم براحتي معاك. انت جميل والله. ربنا يحفظك ويبارك فيك ودايما كده يعني. ربنا يديم عليك نقايل السريره يعني. ربنا يحفظك حبيبي. متشكرين ان تابعتونا في الحلقه اللطيفه دي، وان شاء الله نقابلكم في ضيف جديد مميز وحلقه جديده.